السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي للجميع. اليوم سويت لكم وصفة الدهينة اللي طلبتوها من عندي أكثر من مرة، وأنا ما جاي أسوي لكم إياها لأن وصفة الدهينة كلش متعبة شغلها بالبيت. بس مع ذلك سويت لكم إياها لأن أكثر من شخص ذكر لي إياها بالتعليقات وبالخاص طلبتوها من عندي، فسويت لكم إياها. حابين تسوون هاي الطريقة ناجحة 100%، وأنا أضمنكم إياها إن شاء الله. خلونا نبلش بالمقادير ونقول بسم الله. طبعا بالبداية راح نجيب البايركس أو الصينية اللي راح تشوون بيها. سويت لكم هنا القياسات اللي أنا اشتغلت بيها بالمضبوط. عندكم قياسات أصغر أو أصغر ما يفيد على هاي الكمية، بس إذا عندكم قياس أكبر يكون أفضل. هنا أنا راح نجيب الكاسة وراح نخلي بيها الدهن عندي نص ونص، يعني نص دهن حر ونص دهن عادي. حابين تستعملون دهن حر ماكو مشكلة، أو دهن عادي ماكو مشكلة، 2 ترهم ماكو مشكلة. راح هنا نواس الدهن بهذا الشكل. بعدها راح نجيب جوز الهند الخشن الدهني، نفرش على الصينية بهذا الشكل، نعدله نخليها كلها تكون مستوى واحد. جوز الهند صارت عندي جاهزة، خليها على صفحة. راح نبلش هسه بالعجينة. أريد تنتبهوا لي على هاي الفقرة. راح أخلي 4 كاسات سكر. بنفس الكاسة اللي قست بيها السكر أقيس 1.5 كوب مي، أخليها على الخليط بهذا الشكل. راح نخلي ملعقة واحدة من الدبس، دبس التمر، دبس العنب، أي دبس متوفر اللي هو العسل الأسود. نحرك الخليط بهذا الشكل. طبعا بعدها راح ننتقل إلى الطباخ. نخلي جدر شوية بيه مي، أول ما يبلش يغلي نخلي الكاسة بيه ونخلي النار كلش ناصية، يعني بحيث السكر يذوب عندي على البخار فقط بهاي الطريقة. طبعا هنا حتى نتأكد انه السكر ذاب اول 5 دقائق خلطته. هنا مثل ما تشوفون بالملعقة اغطسها بالسكر والمي، راح يطلع عندي بيه حبيبات، راح يكون بيه بعد سكر مذايب. بعدها 5 دقائق بقيت اخلط بيها. طبعا لازم تستعملون الخلاط افضل، لان راح بالايد يكون متعب كلش عليكم. بهاي الطريقة راح نجيب الملعقة نغطسها بالسكر، طلعها. هنا راح تتأكدون انه السكر ذاب عندكم 100%. شرط انه يذوب السكر عندكم 100% نهائيا، بالمي البارد وبالايد ما يذوب عندكم كلش. بعدها راح نجيب هنا بنفس الكاسة اللي قسنا بيها، نخلي اول كاستين طحين، راح اخلي ذرة ملح، ونخلطها بالخلاط، خلاط الكيك هذا. اول ما تتجانس عندي العجينة بهذا الشكل، راح تشوفون القوام مالتها شلون صار. راح اضيف الكوب الثالث. هاي الكمية تاخذ من عندي 3 أكواب فقط، يعني ممكن احتمال الطحين عندكم يختلف، ياخذ اقل او اكثر، انتو بالتدريج خلوا اول كاستين وبعدها انتو على القياس تشوفوها. طبعا هنا مثل ما تشوفون القوام شلون طلع عندي، مثل قوام الكيك بالضبط. اخير شي بالنهاية راح اخلي ملعقتين من السمنة حتى العجينة تصير عندي كلش طرية. نخلطها شوية بالخلاط، صارت عندي جاهزة بهذا الشكل. شوفون القوام شلون صار عندي بالنهاية، مثل قوام خليط الكيك. راح نجيب الصينية، راح ندير أول طبقة. طبعا أنا هنا سويتها طبقتين، إذا تحبون تسووها طبقة كاملة بدون مكسرات، أو تحبون تخلون المكسرات أي نوع مكسرات عندكم. أنا هنا استعملت الجوز، خليت أول طبقة وراح أخلي طبقة جوز وأخلي فوقها الطبقة الثانية من العجين بهذا الشكل. طبعا مثل ما قلت لكم إذا عندكم صينية أكبر على هذه الكمية أفضل. مثل ما تشوفون واضح قدامكم، راح أقيس لكم هسه كمية العجين اللي صارت عندي بالبايركس 2 سنتيم بالضبط. يعني هاي 2 سنتيم تاخذ وقت أطول بالفرن، بشوي الفرن. إذا كان 1.5 سنتيم أو سنتيمين، العفو 1 سنتيم راح ياخذ وقت أقل من هذا الشيء. هنا أنا مثل ما تشوفون دهنت الوجه مالتها بالدهن، وأخليها لمدة أقل شيء خليها نص ساعة. يعني لا تذبوها قبل بالفرن، لا، خلوها لمدة نص ساعة ترتاح. عندي هنا الفرن كلش مهم، شغلة الفرن. هنا درجة الحرارة 75 فوق وجوا، مشغلته قبل نص ساعة. يعني من أخلص العجينة خلي العجينة ترتاح وشغل الفرن.
الفرن شرط ما يكون ببنكة نهائيا، خلوها بالوسط. شوفون شلون، ونسد الباب. هاي الكمية وهاي الصينية تاخذ من عندكم 10 ساعات بالضبط، 10 ساعات. هاي طريقة الأفران وقتهم كله 10 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، يعني حسب كمية العجين اللي تجي على الصينية. وتعرفون الأفران مو مثل أفران البيوت. وهنا أنا صارت عندي جاهزة. طبعا لازم تخلوها ترتاح تبرد لمدة نص ساعة، ساعة أفضل. بعدها بالشفرة أو بالسكينة تقطعون الأطراف مالتها هنا حتى نفصلها عن الصينية وتكون جاهزة عندي. هنا أنا قبل لا نقلبها ندهن الهاي مالتها بالسمنة بهذا الشكل. بعدها راح نقلبها وتصير عندي جاهزة، وتقطعوها حسب الرغبة. حبايبي هاي وصفة الدهينة، وصفة الأفران، طريقة الأفران 100%. إذا طبقتوها على هاي الطريقة أضمن لكم إن شاء الله نجاحها 100%. لا تنسونا بصالح دعاكم واللايكات والمشاركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع.